بصوا يا اولاد، الملف اللي قدامكم دوت بادئ بصفه زائد تصريف ثالث، وهو دي اللي احنا عايزين ايه نشوف حكايته. ده صفه ادجكتيف وراه تصريف ثالث، والتقسيمه اللي تحت ظرف ادفيرب وراه ايه تصريف ثالث. السؤال اللي انتوا بتسالوه ازاي امتى اخد الصفه وامتى اخد الظرف، وهما الاثنين بيطبقوا تصريف ثالث. انا هديك طريقتين تتست بيهم الحكايه. التست الاول ان الصفه زي التصريف الثالث بيكون التصريف الثالث مشتق من الاسم. يعني انت لو جيت تبص على كلمه نارو مايندد هتلاقي ان مايندد الشكل تصريف ثالث، لكن هو اصله مايند مشتق من اسم، فكده لازم تسبق بايه؟ بصفه نارو مايندد. طب بص على هاي سبيريتد، يعني عالي الروح المعنويه او الروح المعنويه عاليه، بص كده على كلمه سبيريت هتلاقيها مشتقه من اسم وهي الروح، اذا لازم قبلها يكون صفه. طب بص على اولد فاشوند، ادي اولد صفه وراها فاشون تصريف ثالث. اشمعنى صفه جت؟ اقول لك، ما لسه قايل لك، لان فاشون اسم، فالبي بي مشتق من الاسم. طب شورت هيرد ذو شعر قصير، البي بي في هيرد مشتق من الاسم. طب ابسنت مايندد، البي بي من مايندد مشتق من الاسم، كان اصله مايند عقل. طب سترونج ويلد، سترونج ويلد يعني قوي العزيمه، البي بي من ويل مشتق من ايه؟ من اسم. ايه هو الاسم؟ اللي هو ويل، عزيمه. طب كويك ويتد يعني سريع البديهه، البي بي من ويتد كان اصلها اسم وهو ويت دبليو اي تي، سريع البديهه. يبقى اذا الصفه والتصريف الثالث بيكون التصريف الثالث هو مشتق من اسم وباضافه الاي دي. اما الظرف والتصريف الثالث فبيبقى الكلمه اللي ورا الظرف هي مشتقه من فعل. بص بيهيفد اصلها بيهيف يتصرف، educated اصلها educate يعلم، densely populated اصلها populate يسكن، widely recognized اصلها recognize يتعرف على. طيب هايلي ريسبكتد اصلها ريسبكت، ريسبكت يحترم. طب برايتلي ليت اصلها لايت يضيء، الاي جي تي. طب ديبلي روتد اصلها روت يستقر ويجذر. يبقى اذا الخلاصه، وانت ركزت في كلامك ده مفتاح عظيم قوي، ان الصفه والتصريف الثالث، التصريف الثالث مشتق من اسم، اما الظرف والتصريف الثالث فالتصريف الثالث مشتق من فعل. في طريقه ثانيه لاكتشاف انا هاخد ظرف ولا ايه ولا صفر، ان انت لو عكست الكلمتين فهات ويل بيهيفد وهقول بيهيفد ويل تصرف جيدا مديها معنى. طب ويل educated، في حاله educated ويل متعلم جيدا مديها معنى. طيب densely populated، densely populated مديها معنى. اهو بص انا قلت populated densely. طب widely recognized، recognized widely مديها معنى. طب highly respected، respected highly يحترمه او يحترم بشكل عالي. طب brightly lit، لو قلت lit brightly يضيء باشراق. طب deeply rooted، rooted deeply. يبقى اذا مديها معنى. لخص الفيديو وحطه في اعتبارك وحطه في بالك، هتلاقي الدنيا سهله ان شاء الله. حاجه ثانيه مخلصه، ان في حاله الصفه والتصريف الثالث اقدر احط هاف، حط هاف كده في الاول وشيل التصريف الثالث، شيل الاي دي. هاف انارو مايند مديها معنى يمتلك عقلا ضيقا. هاف ا هاي سبيريت يمتلك روحا عاليه. هاف اولد فاشون يمتلك موضه قديمه. هاف شورت هير يمتلك شعر قصير. هاف ابسنت مايند، وهكذا. دونهم بقى في راسك وشكرا.